ورب الكعبة يا إخواني هذا الدعاء له فضل وأسرار، قله في أي كرب بيقين وانتظر الفرج وانتظر الفضل. قال أحد الصالحين: عجبت لمن أصابه الضر كيف يغفل عن قول الله تعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإن الله جل وعلا يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن الله جل وعلا يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن خاف ظلم الظالمين كيف يغفل عن قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الله جل وعلا يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن خاف مكر الماكرين كيف يغفل عن قول الله جل وعلا: وأفوض أمري إلى الله. فإن الله سبحانه يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الجأ إلى الله جل وعلا وتضرع إليه، واعلم بأنه سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يلح في الدعاء ويكثر منه ولا تستعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء.